السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده هنعمل رز بلبن التركي سوتلاك، وفي نفس الوقت هنعمله مصري بخطوة واحدة بس هقول لكم عليها في الفيديو. يلا بينا نشوف مكوناتنا. معايا لتر من اللبن، معايا كوب من السكر، ومعايا كريم جانتيه ونشا وفانيليا، ومعانا كريم لباني او قشطة او وش اللبن، اي حاجة موجودة عندكم. جبت حلة هنا على النار ونزلت عليها بكوب من الرز المصري بتاعنا العادي جدا. اسيبهم بقى يستوي مع بعض، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بعد ما استووا بالمنظر ده هننزل عليهم برتل من اللبن. عايزه اقول لكم على حاجه، اللي حابب طبعا يزود رز اكتر من كده حابب، بس ده م- يعني الرز مناسب جدا لتر من اللبن. طبعا لو اللبن من عند اللبان بيتغلى الاول يكون دافي، وبعد كده ننزل عليه بالرز. لو هو ساقع وحطيناه على على الرز سخن هيقطع معانا، بس انا مستخدمه لبن شركات. بعد كده هنزل بكوب من السكر، وهزود ربع كوبايه كمان. ليه؟ علشان لما الرز بلبن بيبرد معانا السكر، طعم السكر فيه بيقل، فعايزاه مظبوط. يبقى نحط نص ربع كوبايه كمان، نص كوبايه. ده غير المكونات اللي هنحطها، فهتقلل من نسبه السكر. بعد كده نزلت بفانيليا وكيس الكريم الجانتيه. ده اول حاجه عشان يكون لسه بارد معانا، ميبقاش فيه اي تكتلات. بالراحه كده هنبدا نلف كده لغايه لما ما يحسش في اي تكتلات، وهنبدا ننزل بخطوه لورا. مش هحط كله فوق بعضه عشان ما يبص معانا. النار هتكون هاديه، وهننزل بكل خطوه من دول. ندي براح للخطوه اللي بعدها، ندي براح للخطوه اللي بعدها عشان يطلع معانا كريمي. تمام. بعد كده هننزل هنا بالكريمه اللباني اللي موجوده معايا. حابين قشطه زي ما قلت، حابين وش اللبن مفيش مشكله. انا هنا نزلت بكوبايه الا ربع من الكريمه اللباني، وبعد كده هقلب. وكل ده النار هاديه عليه عشان ما يتلسعش مننا، وبعد كده عشان يطلع كريمي. الفرق في التسويه. تمام. بعد كده هنقلب كويس جدا. بعد كده جبت 4 معالق من النشا، عليهم حبة من اللبن، هدوهم مع بعض بره. وهنزل بالنشا، والايد التانية بتقلب معانا الرز عشان ما يتكتلش معانا. بس كده، وعلى نار هادية هفضل اقلب فيه لغاية لما يستوي معايا وقوامه يتقل. مفهوش اي حاجة، زي الرز المصري بتاعنا بالظبط، بس الفرق حاجة واحدة هقول لكم عليها دلوقتي. بس كده. فقلت هعمل المصري وهعمل التركي. بصوا اتقل معايا، انا هو ده القوام اللي انا عايزاه. بعد كده جبت الطواجن بتاعتي الفخار، وهبدأ اوزع في الطواجن بتاعتي الرز بلبن. طبعا كنت جايبة هنا كاسات برضو نفس الحكاية. ده هيبقى الرز المصري، اما الطواجن هي اللي هتكون الرز التركي بتاعنا. طبعا الفرق هنا في التسوية، التركي هنقول عليه بعد ما بنخلص الرز اللبن بتاعنا، واوريكم شكله في النهاية. تمام كده. بس كده، مفهوش اي حاجة، سهل جدا وبسيط. وزي ما قلنا كل الدول العربية بتعمل اكلاتنا بس بشكل مختلف. بعد كده ده الكمية بتاعتي من الرز بلبن. من الكمية اللي انا عملتها هنجيب صينية فرن، وهنسوي بقى الرز التركي بتاعنا. هبدأ اوزعه في الصينية بتاعت الفرن، وطبعا مشغلين الفرن يسخن قبلها. طبعا هنا هجيب بقيت ارصه في الصينية، وهنزل عليه بكوب مية سخنة من الكتل. ليه؟ علشان الرز بتاعنا من تحت ما يتكرملش ويستوي معانا، وفي نفس الوقت تلاقوه محروق من تحت. لا، احنا بس عايزين الوش بتاعنا هو يتحمر. مستعجلين قوي، هنشغل الشواية بس نعلنا عليه. تمام كده. هنا الرز المصري بتاعنا، الرز بلبن المصري. اي نوع مكسرات حابينه زي نوم فوق الوش، حابينه ساده بقى، اي حاجه اللي انتوا تحبوها. بعد كده هنشوف الرز المصري بتاعنا بعد ما خلص. ايه رأيكم؟ رز بلبن المصري خطير، طعمه بجد كان كريمي وتحفة. ويلا بينا نشوف الرز التركي بعد ما طلع من الفرن. رز بلبن التركي، بصوا خطير بجد بجد. مش قادر اقول لكم، قوام كريمي تحفة. ما تنسوش بالاشتراك واللايك. كانت معكم جولة وطبخة مع لولا.